إذا أردت أن يحقق الله لك المستحيل، كلمة واحدة ادعو الله عز وجل بها، هذه الكلمة تحل لك جميع المشكلات التي ظننت أن ليس لها حل، تحقق لك المستحيل. هذه الدعوة صنع الله بها المعجزات. وقبل أن نتعرف عليها، رجاء زينوا التعليقات بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أحباب الكرام، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فلو أنك أخي الكريم رفعت يديك ودعوت الله عز وجل لن ترجع يديك خاليتين أبدا، وخاصة بهذه الدعوة. هذه الدعوة التي معنا مكونة من جملة واحدة تتلخص في نداء الله عز وجل بهذا الاسم من أسمائه الحسنى. وهذه الدعوة هي أن ترفع يديك إلى الله عز وجل وتسأل الله حاجتك المستحيلة وتقول: يا جبار. هذه هي الدعوة، هذه هي الكلمة التي تحقق المستحيل. يا جبار اجبرني، يا جبار اجبر بخاطري. هذه الدعوة معناها أن الله عز وجل هو الذي يغير نواميس الكون لمن يشاء من عباده، يعني يغير الأشياء الثابتة التي لا تتغير، يحقق لك المستحيل. هل تتخيل أن يلقى أحد في النار ولا تحرقه؟ هل تتخيل أن يمشي أحد على الماء من غير سفن بدون أن يغرق؟ هذا مستحيل. ولكن هذا المستحيل قد تغير لأن الجبار سبحانه هو الذي غير. فالنار لم تحرق الخليل إبراهيم عليه السلام عندما ألقي فيها، وموسى عليه السلام لم يغرقه البحر عندما نزل فيه. فمن يقدر على ذلك إلا الجبار سبحانه وتعالى. فعليك بنداء الله بهذا الاسم، وسوف يحقق الله عز وجل لك المستحيل.